مدرب جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، إنه الإطار الوطني بدو الزكي الذي تم تعيين الإطار الوطني رشيد الطوسي. الإعلان تم خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمقرها بالرباط. محمد أمين نوري وياسر طومبي. فكان الاختيار وقع على السي بدو الزكي، وأنتم تعرفون السي بدو الزكي جميعا ولا حاجة لي لتقديمه. فيربيك، تراباتوني وأسماء أخرى ترشحت لنيل شرف إدارة دفة المنتخب الوطني قبل أن يقع الاختيار على بدو الزكي بعقدة أهداف تتضمن الوصول إلى نهاية كأس إفريقيا للأمم القادمة. أي حاجة فهي صعيبة. تنظن عندي من الحماس ومن الطموح، لأن كأس إفريقيا في بلادنا خصنا إن شاء الله نجندوا لها، وكل واحد يخدم من الموقع تاعو، وإن شاء الله أنا متفائل كثير باش يمكننا نديوها. مشروعنا هو التوصل إلى مجموعة متجانسة، ونحن لن نبحث عن فريق بل عن عائلة متكاملة الأعضاء، وهذا ضروري بعد حالة التشتت التي عشناها مؤخرا. تشتت وغياب كلي للنتائج الجيدة للمنتخب الوطني لما يزيد عن 15 سنة. من هنا يرتئي الطاقم التقني أن يبدأ العمل، أي من فهم كل النواقص التي وصلت بمنتخبنا الوطني إلى هذه المنزلة. من الضروري الإنسان يدير ان كونستا على أساس لماذا المغرب أو الفريق الوطني المغربي ما نجحش في هذه ال 15 سنة رغم اللاعبين رغم الامكانيات، لان قلت لك كاين الاشياء، كاين بعض الجزئيات اللي الانسان ما كينتبهش لهم، هذوك الجزئيات هما اللي كيخرجوا عنا. بدو الزكي براتب لا يتجاوز 500,000 درهم وعقدة أهداف واضحة ومساحة زمنية ضيقة، تنتظر منه الجماهير الوطنية إنجازا لا يقل عن انتزاع لقب كأس إفريقيا للأمم القادمة. يذكر أن محمد فاخر عين مدربا للمنتخب الوطني للمحليين.